هل تسمعني يا أستاذ حميد؟ هل سمعت السؤال؟ وأنا اسمح لي أقول لك أنا لم أسمع أي كلمة من الأخ يعني ضيفكم الكريم، يعني الصوت لا يسمع، يعني فقط تشويش. أعتقد أن سمعتك ربما قلت لي أنه زفزفي يعني متورط، لأن الصوت رديء جدا. تحدث عن أنه حتى في مسألة إقحام، يعني أستاذ سليمي قال أنه حتى لو أخذنا على انفراد واقع يعني ربما كان هناك من دفع الزفزافي إلى أن يقوموا بإقحام مسجد وهجومه على الإمام. يعني هناك محاولات اختراق الحراك، محاولات كثيرة لاختراق الحراك الذي لم يخترق بعد، ولكن هناك قوى إقليمية دولية أوروبية إقليمية يقصد الجزائر بشكل مباشر. هل تتفق معه في هذا القول؟ أعتقد بأن هذا الأمر يجب أن نترفع عنه وأن لا نضيع الوقت في مثل هذا النقاش. أعتقد أن هناك جمهور عاقل ينتظر إليه، يشاهدنا الآن وعطل أشغاله من يريد أن يعرف ماذا يجري في المغرب، ومن العار أن نلتف عليه وأن نحتقر ذكاءه وأن نبيع له بضائع فاسدة وجمل لا تنطلي على قصار العقول. أولا الجزائر، وقلتها أمس وأنا أعيدها اليوم، الجزائر أول متضررة من أي اضطرابات داخل المغرب، لأن الجزائر عبارة عن قبائل كثيرة، وأي اضطراب في المغرب سيهدد استقرار الجزائر، والجزائر غير مستعدة لمواجهة الاضطرابات. ثانيا الجزائر وفقا لتقرير منظمة الأمم المتحدة هي تأتي في المرتبة 83 في سلم التنمية البشرية. المغرب في الرتبة 123. هنا أسأل الدولة المغربية، لماذا يا أيتها الدولة المغربية، لماذا أنت في هذه المرتبة ولك ثروات الفوسفات والذهب والبحر والخيرات وكل ثروات الكون عندنا في المغرب؟ لماذا هذه لماذا الجزائر، لماذا ليبيا دولة فيها حروب وانفلاتات أتت في المرتبة 102 والمغرب يأتي في المرتبة 123؟ لماذا العراق دولة فيها حروب وصلنا إلى هذه المرتبة الخطيرة لماذا أين 115 مليار درهم سرقت من الضمان الاجتماعي من المغاربة إلى اليوم؟ ليس هناك، لم تعد هذه الأموال. لماذا هناك 10 مليار درهم من مكتبة الفوسفات سرقت إلى اليوم؟ ليست هناك. 4 مليون من كوفانا إلى اليوم ليست هناك. طفلة اسمها إيديا 3 سنوات إصابة سقطت سقطة صغيرة جدا يمكن أن تعالج، تصور توفيت. لماذا؟ لم تجد مستشفى واضطرت إلى نقلها، أسرتها نقلتها كيلومترات وتوفيت في الطريق. هذا هو الأمر، لهذه الأسباب خرج المغاربة. المغاربة خرجوا لماذا؟ ربان يحرق نفسه في الداخلة. لماذا يا سيدي الكريم؟ أرجوك ثم أرجوك ثم أرجوك. هذه الثقافة ديال التشيع والثقافة، أنا سأقول لك أمرا، أنت ترميني في الماء تقول لي إياك أن تبتل. أنا أسلم، يمكن أن يدخل الشيعة وسيدخل هتلر ويدخل موسوليني ويدخل الجزائر، هذا أمر بالنسبة لي أنا كمحلل أمر طبيعي. لماذا؟ السؤال من سمح بدخولهم؟ من وفر شروط يعني ديال الدولة التي توفر؟ تصور معي أنا آكل جيدا ولي حقي في التطبيق ولي حقي في التعليم، عندما يأتي عندي حتى الملا عمر لن يقنعني أحد، ولكن عندما أكون جائع وبدون تمدرس بدون طرقات أنا أصبح آنذاك لقمة صائغة لأي خطاب حتى الداعشي. إذا الدولة هي المسؤولة. أين المستشفيات؟ أين المدارس؟ أين الذهب؟ أين ثروتنا؟ أين الحوت؟ أين الخيرات؟ لماذا المغاربة غير مطمئنون داخل القضاء؟ لماذا المغاربة يا سيدي الكريم؟ عندنا المغاربة الآن يصعدون إلى أعمدة الكهرباء للمطالبة بحقوقهم. عندنا مواطن طحن داخل حاوية أزبال. عندنا كما قلت قائد القياد ديال الداخلية يدفعون المواطنين في الشوارع العامة، قائد سيدي على التافه. عندنا الشرطة تخفي وثائق جناية في جريمة في أسفي، وتصف الشرطة والنيابة العامة بالمافيا من طرف حقوقيين، ولم يتحرك لا وزير ولا شخص آخر. يا سيدي وصلنا هذه الأوضاع التي على السيد منار السليمي عليهم أن يناقشوها، لا تذهبوا إلى الفرع. الأصل ما هو سبب الأزمة الموضوعي والسياسي. وعندما بعثوا بوفد وزاري فقط للانشفاف ولتبرير الضربة الأمنية، فقط نقاش التشيع هذا نقاش للتضليل ولا أساس